اخليكي تعملي العيش الفينو في البيت بكل سهوله ليكي ولاسرتك، زي ما انتم شايفين كده الجمال والحلاوه في البيت. فرن البوتاجاز هتقدري تعملي العيش الفينو حاجه تحفه. ومن جوه ازاي عامل ازاي يا جماعه؟ تحفه، حاجه بيتي كده ايه، ما حصلتش. هو ده الكلام. اخليكي تعملي العيش الفينو لاولادك بقى في البيت بكل سهوله. عندنا ربع كوب من الماء، ومعلقه كبيره من السكر. الماء دي بدرجه حراره الغرفه او من الحنفيه. ومعلقه كبيره من الخميره، حوالي 8 جرام ل 10 جرام من الخميره كده. بنقلب المكونات دي كده على جنب، وبنغطيهم بقى جنبنا بعد ما قلبناهم كويس، ونسيبهم جنبنا لمده 7 دقايق عشان نشوف تفاعل الخميره. طبعا عندنا 4 اكواب من الدقيق متعدد الاستخدام، اي دقيق فاخر يا جماعه او متعدد الاستخدام، اللي هو 500 جرام من الدقيق. عندنا طبعا بنحطهم في اي بول عشان نعجن فيها طبعا. وزي ما انتم شايفين كده هننزل بقى بمعلقتين من السكر تكمله العجينه يا جماعه، ومعلقه صغيره من الملح، حوالي 4 جرام ل 5 جرام من الملح. وبنقلب المكونات دي كده مع بعض، وبنفتح فتحه في النص زي ما انتم شايفين طبعا. وعندنا بيضه بدرجه حراره المكان او بدرجه حراره الغرفه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. وعندنا كوب الا ربع من الحليب، تقدروا تحطوا ماء طبعا بس الافضل يكون حليب، ومعلقه كبيره من الخل او معلقتين. وعندنا طبعا الخميره بعد ما اتفعلت معانا زي ما انتم شايفين كده هننزل بيها. وعندنا طبعا حوالي 25 جرام 3 معالق كبار زبده بدرجه حراره المكان، سايبين كده مش مجمدين يا جماعه، بدرجه حراره الغرفه. بنقلب المكونات دي كده كلها مع بعض، نبدا نعجن بقى كده يا جماعه. مش هنحتاج حاجه تاني خالص في العجينه دلوقتي. العجينه بعد ما لمت معايا طبعا هنبدا بقى نخدمها على الرخامه كده بتاعتنا، واحده يمين واحده شمال زي ما انتم شايفين كده، لحد ايه ما نفرخها ما نخليش فيها اي حاجه. طبعا بنديها بقى ايه معلقتين ثلاثه من الزيت كده، زيت الذره او زيت الزيتون يفضل يعني. وطبعا بنبدا نخدمها تاني، تاخد معانا ميكس من 10 دقائق خدمه كده. وعشان اهم حاجه في العجينه دي ان هي تخدم كويس، وبنغطيها بالزيت من كل الجناب، وبنحطها في البوله وبنغطيها في استرتش كده او قطعه قماش عندنا لمده ربع ساعه. وبعد الربع ساعه بنيجي بقى نشيل قطعه الاسترتش كده زي ما انتم شايفين. بنبدا بقى نعمل اختبار العجينه، ونشوف العجينه بدات الخميره معانا تتفاعل. وفعلا العجينه ناجحه زي ما انتم شايفين كده، الخميره اتفعلت. ونبدا نشيل العجينه بتاعتها ونبدا نقطعها بقى كور زي ما احنا عايزين والاحجام اللي احنا عايزينها، ونكورها على ايدينا كده يا جماعه. طبعا ال 500 جرام من الدقيقه والعجينه دي عملت معايا 15 رغيف زي ما انتم شايفين كده عدد الكرات دي كده. طبعا بنغطي العجينه لمده ربع ساعه بعد ما نكورها كده ربع ساعه. ونبدا بقى بعد ربع ساعه نبدا نفردها بايدينا كده بدون اي حاجه، بدون نشابه. طبعا عندنا صاج البوتاجاز نبدا نديله زيت اي ماده دهنيه عندنا، ونبدا نفرد العجينه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. واهم حاجه الخطوات دي يا جماعه، بنلف العجينه عليها ازاي الرول كده يا جماعه، ونتك عليها نخبطها خبطه صغيره كده زي ما انتم شايفين كده، ونتك عليها ونبدا، ايوه هو ده الكلام. ونبدا نرولها بايدينا كده تحت ايدينا كده زي ما انتم شايفين كده. ولو في قفل مش مظبوط كده بنبدا نقفله بايدينا كده، ايوه. وبعدين بنحط بقى بالصاج بتاعنا، الصاج اللي احنا دهنينه زيت ده يا جماعه، وممكن نحط فيه ورق زبده لو حابين. نعمل مع بعض كمان عجينه، تقدروا تعملوا العيش الفينو لاولادكم في البيت بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. هو ده الكلام. نبدا ما بنفرتهاش بنشابه ولا بشبك، تقدر تفرتها بس العجينه من طراوتها. هو بنهبط هبدا عشان نفرغها من الهواء ما يكونش فيها هواء زي ما انتم شايفين كده. وبنبدا بقى نرول العجينه. بناخد حجم الرغيف متوسط، تقدر تكبر العجينه وتعمل حجم كبير لو عايز. والعيش الفينو لاولادنا زي ما انتم شايفين كده بكل سهوله في البيت ولينا زي ما انتم شايفين كده. بقى نسيب العجين في اي مكان دافي كده، ونعمل له حمام ميه سخنه كده بخار جنبيه عشان المكان يبقى ايه مكان سخن كده يا جماعه. هنحطها في الفرن مش شغال الفرن يا جماعه، ونسخن ميه كده ونحط حمام بخار. طبعا هنا عندنا صفار بيضه مع 4 معالق من الحليب، ونقلب المكونات دي كده كويس. طبعا العجينه بعد مرور ساعه تخمر معانا، نقدر نغطيها او نقدر نسيبها زي ما هي كده. بعد كده بعد مرور ساعه مع تكرار حمام البخار كده، يعني منها مرتين، العجينه بدات تتضايق معايا. بنبدا نتينا بقى حليب على صفار بيض، ونبدا نحط السمسم بتاعنا، والفرن شغال جنبنا مسخن. بنشغل الفرن من تحت وبنشغل المروحه، بياخد معايا 12 دقيقه في الفرن، بيطلع معايا بالجمال والحلاوه اللي هتشوفوها ده. هو ده الكلام. زي ما انتم شايفين العيش بعد ما طلع معانا من الفرن، هو ده الكلام. هتقدروا تعملوا العيش الفينو في البيت بكل سهوله. بنغطيه اول ما يطلع عشان العيش يطرى معانا كده يا جماعه لمده 5 دقائق بس. والعيش بعد ما شلناه بقى طرى معانا ازاي يا جماعه؟ هو ده الكلام. العيش الفينو بكل سهوله في البيت. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان نعمل وصفات كتير. شايفين الرغيف من جوه ازاي؟ حبيت افتح لك رغيف واوريك من جوه ازاي مش مكتوم ازاي مفرغ. هو ده الكلام. هتقدري تعملي العيش الفينو. صلي على الحبيب قلبك كتير بقى عشان نعمل احلى عيش فينو مع بعض ناجح معاكي في البيت بكل سهوله. زي ما انتم شايفين كده العيش الفينو تحفه ازاي. هو ده الكلام. هنعمل العيش الفينو في البيت بكل سهوله. شايفين يا جماعه الكلام ده؟ هو ده الكلام. العيش الفينو هينجح معاكي من اول مره. هو ده الكلام. تحفه. مع الشيف محمود مفيش مستحيل. تابع الفيديو للاخر ولايك وشير عشان نعمل احلى عيش فينو مع بعض. تحفه. هو ده الكلام.